موتور المروحه القافش اللي بيخلي ريشه المروحه ما تدورش ما يترميش. النهارده ان شاء الله هنفكه وهنحاول نعمل له صيانه داخليه او نعيد احيائه من جديد بحيث انه يشتغل عادي وما نحتاجش نغير موتور. انا احمد داوود دكتور هندسه. ادي الموتور هنجربه كده على اللمبه السريع علشان نشوف القفشان بتاعه ده. دول الاربع اطراف اللي خارجين من الموتور، ده الطرف اللي المفروض يوصل عليه الكهرباء. اللمبه السريع شغاله لكن على السرعات مفيش اي استجابه للموتور. خلاص مش محتاجين السيريا. هنبدا نفك الموتور ده نعمل له عمليه نظافه من الداخل. هبدا اول حاجه ان انا انضف الاكس ده، لان الاكس ده بيبقى حصل فيه زي تمدد، حتى لو مش عارف هو واضح ولا لا، تحس ان الاكس كرش شويه كده، عمل كرش كده. فالاول هصنفر المكان ده كويس جدا علشان وانا بشيل الوش ده الجلبه ما تعكسش معايا مع الاكس. فيعني ناعم شويه. هفك الوشين وهصنفر تاني لو لقيت ان الاكس ده محتاج صنفره. هفك منين بقى؟ ادي 4 مسامير محيطه بالموتور. طبعا قبل ما افك الوش انا عايز اقول لك، صحيح انا عرفت منين ان الموتور سليم او ملفاته سليمه؟ في اضاءه على اللمبه الساريه لما بعمل اي اطراف سرعات مع بعض. يعني تعالى بص كده، شايف الاضاءه وسامع زنه الموتور؟ الزنه هنا واضحه واللمبه منوره. كذلك برضو السرعتين دول، فمعنى كده ان الملفات سليمه ولكن الموتور نفسه هو اللي قافش. انا مش عايز ازود في الموضوع ده علشان ما اسببش اذى للموتور، ولكن انا عرفت خلاص ان الموتور سليم. خلاص انا مش محتاج السيريا، خليها على جنب واكمل فك في الموتور. بشيل الوش ده بالراحه كده، وبشيل ده كمان كده. ده الاستيتور. ادي الموتور بتاعنا، وشين وموبينة او اكس. ده اكس الموبينة اهو. بص اللفة يعني مش بيلف معايا بسهولة، مش بيجري كده، قافش ناشف شوية. طيب اللي انا هعمله دلوقتي ايه بقى؟ ان انا زي ما قلت لك هصنفر هنا كويس، عشان بص انا هحاول اطلع اكس الموبينة بيطلع بالعافية، فانا مش عايز اشد عليه علشان ما بوظش الجلبة اللي هنا. في جلبة هنا اهي، فانا هصنفر كويس جدا. انا اعمل اكس ده تاني على قد ما اقدر. ابدا اخلع الوش كده واشوف اهي. بص كده بقت سهله اهي وبتطلع تمام. اصنفر الجزء ده كويس برضو وانضفه. والاهم بقى ان انا اصنفر هنا المكان بتاع الجلبه، اصنفر كويس. اللي بيحصل ده بيبقى نتيجه ايه بقى؟ ان الموتور اشتغل فترات طويله فسخن، فالمعدن ده حصل له تمدد، بدا يقفش في الجلبه هنا ويخلي دوران الموتور صعب. كذلك الجزء الخلفي ده من الموبينه او من اكس الموبينه برضو اصنفره كويس. اصنفر جسم الموبينه نفسه. تمام، صنفرت ونعمت اكس الموبينه. اصنفر الجلبه برضو، الف الصنفره بالشكل ده كده وادخلها في الجلبه كده. ابدا اجرب كده، بقت الحركه اسهل معايا.
اصنفر ايضا داخل الجلبة التانية دي بنفس الطريقة. واخر حاجة هصنفرها هي الستيتور من الداخل. بالراحة كده واخد بالي ان انا ما اجرحش الملفات، اصنفر الجزء ده من الداخل. شايف المعدن ده برضو اصنفره بالراحة، اخد بالي ما اجرحش الملفات. طبعا اكون حريص جدا علشان الملفات. بس انا هنا شايف ان انا مش محتاج صنفرة لان الستيتور من الداخل نضيف. بيبقى فيه احيانا زي زيوت هنا كده وحاجات اوساخ متراكمة فبتبقى محتاج تتصنفر، بتعاكس مع الموبينة دي. شوف جسم الموبينة مع الستيتور دوران بيتم بسهولة. تمام، خلصت صنفرة. صنفرت اكس الموبينة وجسم الموبينة، صنفرت الستيتور من الداخل، صنفرت الجلب بتاعت وشاش الموتور، الجلب الداخلية الجلبة دي والجلبة دي. ابدأ بقى اركب الموتور كما كان. اركب اولا الستيتور في الوش الخلفي اهو كما كان، وبعدين الموبينة اتأكد ان هي حرة الحركة، وبعدين الوش الخارجي الامامي بالمنظر ده. شايف دخل ازاي بسهولة. والعمود ده اتأكد ان هو لتحت في الموتور من تحت، عشان ده موتور مروحة ستاند بتقف كده. تمام، بص كده بقى الاكس بيلف معايا بسهولة اهو. شفت بيلف ازاي. ابتدي بقى اربط المسامير كما كانت. بعد ما ربطت الوش كويس بالاربع مسامير نجرب تاني اللزقة دي علشان نشوف الاكس وهو بيلف قدامنا. تعالى بقى نجرب. ادي الطرف اللي بياخد كهرباء، وادي الثلاث سرعات. اخدت بالك؟ ادي الموتور لف، دي السرعة الاولى، دي السرعة الثانية، ودي السرعة الثالثة. بيلف اهو واتعالج ومية مية. وادي الموتور اتصلح ورجعنا عملنا له انعاش واحييناه من جديد. طيب انتظر بقى قريب ان شاء الله الفيديو اللي عملنا فيه المروحه دي من ترمبه صرف غساله، وعملنا لها مفتاح تحكم في السرعات ديمر، لان الموتور ده ملوش تحكم في السرعات. فلو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي ليا وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.